السلام عليكم. قبل ما نبدأ حابب أقول لكم كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الأضحى. حكاية النهاردة من الحكايات اللي ما تتصدقش. كلنا عارفين ان فتنة الدجال واحدة من علامات الساعة الكبرى، وكلنا عارفين انه مش هيظهر غير في آخر الزمان. بس بالرغم من كل ده، في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في ناس قابلت المسيح الدجال واتكلموا معاه كمان. مين الناس دول وقابلوا المسيح الدجال فين واتكلموا قالوا ايه؟ ده اللي هنعرفه في حكاية النهاردة عن الصحابي تميم الداري وقصته مع المسيح الدجال. لو انت اول مرة تشوفني انزل اشترك في القناة واعمل لايك. اكتر من 80% من اللي بيتفرجوا مش مشتركين في القناة، محتاج دعم كل اخواتي. وبلاش نطول اكتر من كده ويلا نبدأ حكايتنا. بطل حكاية النهاردة زي ما قلنا هو الصحابي تميم الداري. وتميم الداري قبل إسلامه كان راهب من رهبان فلسطين، وأول ما قابل المسيح الدجال جرى على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ودخل في الإسلام. وفي يوم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخر صلاة العشاء، وبعديها طلع منادي وقال الصلاة جامعة. ووقتها لما كان سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يبعت منادي ويقول الصلاة جامعة، ده معناه انه عايز يتكلم معاهم في موضوع. فالناس كلها جرت على المسجد، وبعد ما خلصوا صلاة لقوا النبي صلى الله عليه وسلم طالع على المنبر وهو بيضحك، وقال لهم ان كله يفضل مكانه ومحدش يمشي. وبعديها سألهم تعرفوا انا ليه بعت المنادي وجمعتكم دلوقتي؟ فردوا قالوا الله ورسوله اعلم. فردوا قال لهم انا جمعتكم عشان احكي لكم حكاية تميم الداري. تميم الداري كان من النصارى قبل الاسلام، وبالمناسبة انه كان من الناس اللي اسلمت متأخر، يعني ما دخلش الاسلام في الاوائل، وفي نفس الوقت كان تاجر ومشهور بتجارته. وقبل اسلامه راح رحلة تجارية يبيع البضاعة اللي معاه ويشتري بضاعة جديدة وكده، وركب على السفينة ومعاه 30 واحد من النصارى. وهم في نص البحر فجأة تيجي عليهم عاصفة، ومن شدة العاصفة بقت الأمواج هي اللي بتحرك السفينة. محدش بقى قادر يسيطر على السفينة، وكمان محدش فيهم كان شايف أي حاجة قدامه، وخلاص كانوا عارفين إنهم في أي لحظة هيموتوا. وفضل الوضع كده مش أيام ولا أسابيع، فضلوا شهر كامل، 30 يوم مستنيين الموت في أي لحظة، وكمان مش عارفين العاصفة هتوديهم على فين. وبعديها يشاء الله سبحانه وتعالى إن العاصفة تهدى والأمواج تخف، وبدأوا يشوفوا الشمس تاني وبقى عندهم أمل إنهم يعيشوا. وفجأة شافوا جزيرة من بعيد، وهم أصلا ولا عارفين دي جزيرة إيه ولا هم فين، بس هم عايزين ينزلوا في أي حتة وخلاص بعد اللي حصل لهم. وعلى طول راحوا نزلوا على الجزيرة، بس فضلوا قاعدين جنب الجزيرة عشان خايفين، مش عارفين ايه اللي ممكن يكون موجود على الجزيرة. وممكن يكون في قراصنة يسرقوا البضاعة اللي معاهم، وممكن يكون في حيوانات مفترسة. ففضلوا قاعدين مع بعض جنب السفينة، وهم قاعدين مع بعض فجأة يلاقوا حيوان غريب جاي ناحيتهم. حيوان كله شعر كده أول مرة يشوفوه في حياتهم، ومن كتر الشعر اللي فيه هم مش عارفين فين وشه. حاجة غريبة أكنها كومة شعر كده بتتحرك. ومن خوفهم سألوا الدبة اللي هي الحيوان ايه ده انت مين؟ ويترعبوا لما يلاقوا الحيوان الغريب اللي قدامهم بيرد عليهم ويتكلم. وقالت انا الجساسة. وطبعا هم مرعوبين لدرجة انهم بصلها ومش بيتكلموا. والجساسة كملت كلام وقالت لهم في راجل مستنيكم ومتشوق انه يقابلكم في المعبد ده. بصوا لقوا في معبد قريب منهم على الجزيرة، وطبعا هم سمعوا ان في راجل مستنيهم. كله جرى على المعبد عشان يهربوا من الجساسة دي. ولما دخلوا المعبد لقوا مخلوق عملاق اكنه انسان، بس عملاق اكبر انسان شافوه في حياتهم. والغريب في الموضوع ان الكائن ده كان متربط من كل حتة بالحديد، وكمان الطريقة اللي كان متربط بيها كانت غريبة. كانت ركبته وإيده مربوطين برقبته أكنه كله متجمع ومتربط كده في بعض. منظر مرعب، مخلوق ضخم وغريب في مكان هم أول مرة يشوفوه. فنادوا عليه وقالوا له انت مين؟ بني آدم انت ولا حيوان ولا انت ايه؟ فبصلهم وقال لهم انتوا اللي مين؟ انا لو قلتلكم انا مين هتاخدوا المعلومة وتمشوا، فانتوا قولولي انتوا مين وانا بعديها اعرفكم انا مين. فردوا قالوا له احنا مجموعة تجار طلعنا من شبه الجزيرة العربية في رحلة تجارية،
والموج فضل يلعب بالسفينة يمين وشمال، ولقينا نفسنا بعد شهر قدام الجزيرة دي واحنا مش عارفين احنا فين اصلا. وبعد ما نزلنا لقينا الحيوان الغريب ده وهو اللي بعتنا ليك. ولما عرف ان هم عرب قال لهم هسألكم شوية اسئلة، وسألهم عن نخل بيسان. ومنطقة بيسان دي منطقة موجودة في فلسطين الشقيقة. وبالمناسبة افتكروا اخواتنا بدعوة حلوة في الايام المفترجة دي. ولو لسه ما عملتش لايك اعمل، اديك شايف اهو ديكورات جديدة وسيت اب جديد مظبطكوا على الاخر. يلا نكمل قصتنا. فلما سألهم بقى عن نخل بيسان استغربوا وقالوا له مش فاهمين، عايز تعرف ايه عن نخل بيسان؟ قال لهم لسه النخل ده بيثمر؟ فقالوا له ايوه بيثمر وبيطلع اجود انواع التمر. فقال لهم بالمناسبة نخل بيسان قرب انه يبطل يثمر للابد. فاستغربوا ايه اللي هو بيقوله ده، ودخل عليهم بالسؤال التاني على طول وقال لهم كلموني عن بحيرة طبرية. وبحيرة طبرية برضو موجودة في فلسطين. فاستغربوا برضو قالوا له مالها بحيرة طبرية؟ قال لهم لسه فيها مية؟ قالوا له ايوه مليانة مية واهل المنطقة بيستفادوا منها. فقال لهم المية هتجف من البحيرة ومش هيبقى فيها ولا نقطة مية. وهم واقفين مستغربين من المخلوق الغريب ده واسئلته. دخل عليهم بالسؤال التالت وسألهم عن عين زغر. قالوا له بتسأل عن المية اللي فيها؟ قال لهم ايوه. قالوا له المية زي الفل واهل المنطقة بيزرعوا منها وكله تمام. قال لهم قريب المية هتجف برضو من العين. وهم برضو مستغربين. دخل عليهم بالسؤال الرابع، السؤال اللي فجعهم وخلاهم مصدومين. سألهم وقال لهم طلع نبي للأميين ولا لسه؟ هم كانوا نصارى بس كانوا بيسمعوا عن النبي اللي هيبعث للأميين. قالوا له طلع من مكة وهو دلوقتي قاعد في يثرب نسمع عنه. وقالوا له بالمناسبة انت عارف كل الحاجات دي منين؟ انت قاعد في الجزيرة وباين انك متربط كده من زمان. قال لهم طالما انتوا جاوبتوا على أسئلتي هقول لكم انا مين. انا الدجال. بصوا لبعض دجال؟ ازاي يعني دجال؟ قال لهم انا الدجال وقرب الوقت اللي هتحرر فيه، ولما اتحرر مش هسيب بقعة في الارض ولا مدينة ولا قرية الا لما اخش وافتن فيها. وقال لهم مفيش غير منطقتين في العالم كله مش هقدر اقرب منهم، هما مكة والمدينة. المنطقتين دول عليهم حراس من الملايكة هيمنعوني اني اقرب منهم، واي حد برا المنطقتين دول هيقابلني. هانت الوقت قرب. وبعديها هربوا من الجزيرة وركبوا السفينة، وهم ماشيين بيبصوا على الجزيرة لو بتختفي وراهم. وبعديها تميم الداري راح لسيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. وبعد ما النبي خلص الحكاية وهو واقف على المنبر قال لهم هذه طيبة، يعني دي المدينة اللي الملايكة بتحميها والدجال مش هيقدر يقرب منها. وبعديها قال لهم فيما معناه مش انا كنت حكيت لكم قصة الدجال من قبل ما تميم يجي ولا اعرفه حتى؟ الناس كلها قالت حصل، سمعنا التفاصيل دي منك يا رسول الله. قال لهم زي ما قلت لكم انكم في امان جوه مكة والمدينة والدجال مش هيقدر يدخلهم. ولما تميم جه حكالي ولقيت كلامه متوافق مع الوحي اللي عندي صدقته، وعشان كده حكيت لكم. وبكده تكون خلصت حكايتنا. حكاية تحسها من الأساطير، بس طالما الحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قاله فعلا يبقى نصدقه وكلنا مؤمنين بيه 100%. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة لو لسه مشتركتش، وانزل اكتبلي في التعليقات تحب الحكاية الجاية تكون عن ايه، وقولي ايه رأيك في السيت اب الجديد. واحنا هنا من قلب الحكاية بنكشف المجهول، وانت معانا جزء من الرحلة.